الماتش الشوط الاول كان احسن ماتش في الدوري السنه دي. لو كان كمل الشوط التاني على نفس الريتم بتاع الشوط الاول كان هيبقى احسن ماتش السنه دي في الموسم. الاهلي مضيع شويه اجوان. انا ما اعرفش ازاي يا جدعان الاجوان دي كلها ضاعت، ما اعرفش بجد. ربنا يسترها بس، والدقيقتين دول يعدوا على خير، يعني ربنا يسترها واللي فاضل ده يعدي على خير. بس النهارده الاهلي كويس، احسن من الماتشات اللي فاتت بكتير بصراحه. بس اهو. اوه اوه الحمد لله الحمد لله. في ثانيه الجون بيجي في ثانيه، اقسم بالله نفضل طول الماتش كسبانين وعشان بنضيع كتير يجي فينا جون في الاخر. ربنا يسترها. العيش نازل بركاتك عيش. الحمد لله والله ربنا ستر. مش عارف عماد النحاس لسه اخش دماغه، يعني نفسي اخش دماغ عماد النحاس بس شوفوا عايز ايه. بجد والله. يعني مصر على تريزيجيه، مصر على تريزيجيه طول الماتشات. النهارده اول مره تريزيجيه يلعب، يعني من ساعه ما جه الاهلي انا اول مره اشوف تريزيجيه بيلعب. يمكن احسن اداء لتريزيجيه من ساعه ما جه الاهلي ماتش النهارده. اول تغيير، اول تغيير طلع تريزيجيه. غريب والله العظيم، انسان غريب، معرفش بقى ده صح ولا غلط، بس هو ده اللي حصل النهارده. بس بصراحه ثنائيه بن شرقي وتريزيجيه مع بعض في الملعب 10/10. بصراحه النهارده الاداء بتاعهم جابها نار بصراحه. نتمنى نشوف الثنائيه دي كتير الفتره الجايه، يعني نتمنى نشوف الاثنين. مش لازم نضطهد بن شرقي، يعني مش لازم نقعده، سيبك من القصه دي بقى مدى نحاس بالله عليك. لعبه ولعب معاه اللي انت بتحبه تريزيجيه، اللي عارف ان هو حبيبك. واحمد نبيل كوكا، احمد نبيل عماد النحاس كوكا، ابن عماد النحاس، مفيش غيره في الملعب. هيلعب يعني هيلعب. لاعب مش مهم، مش لما تجرب العيش شمال. ايه المشكله لما تجرب العيش شمال؟ لا، احمد نبيل كوكا ما عندوش فكره عن الكوره وهيلعب غصب عن اي حد. ربنا يسترها ويبقى بس ربنا يكمل الثلاث نقط دول على خير، عشان الواحد مقلق. وبن رمضان انا ما اعرفش ماله، ايه اللي حصل له ما اعرفش. يعني كان بيقدم كوره، لو كان استمر عليها كان بقى في حته تانية خالص. اللي اتعدى من اللعيبه كلها بقى زيه زيهم بالظبط في الملعب، تحس ان كلهم نفس الحاجه. بس هما كويسين النهارده. ربنا يسترها بس نجمع 3 نقط، ناخد 3 نقط على خير. الواحد تعب من الصياح، بجد تعبت من الصياح. بقالنا 5 6 ماتشات بنصيح بس. الاهلاويه كلهم بيصيحوا بس. انا تعبت من الموضوع ده، انا كمان بقيت بصيح زيهم. ربنا يسترها. نفسي نجيب التاني، نفسي ماتش كده نلعب نجيب واحد واتنين. بس سيراميكا فريق جامد بصراحه، سيراميكا فريق محترم. يعني كواليتي 10/10 بصراحه. فريق يعني لا ند بند مع الاهلي. يعني الاهلي راجع وعايز يكسب باي شكل. لو هو بصراحه من اول الماتش ند بند، وهجمه هنا وهجمه هنا. ماتش حلو جدا في كل الاحوال يعني. عملتوا فينا كده ليه بس يا شباب؟ بقينا قاعدين بنستنى ال3 نقط، بنستنى نكسب 1-0 بس والماتش يخلص. الله يا شحات، الله يا شحات، حلوة والله حلوة. خسارة. والله أحسن من طاهر. أنا مش عارف إيه طاهر ليه، يعني طاهر ليه بيلعب كده والله. بيلعب غصب برضه طاهر. والله يا شحات أحسن، المفروض الشحات. والله الشحات أحسن. المفروض ينزل الشحات يجربوا ماتش اتنين، يديله تاني يرجعه تاني للملعب. والله الشحات 10/10. عمر كمال مات خلاص، يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي على عمر كمال يا جدعان. يا لهوي كنت عايز اشتكي من محمد هاني، لقيت عمر كمال بيعمل اللقطة دي. لا لا انا ارحم بكتير. بص واقفين ازاي، تحس ان احنا مستنيين كاس العالم.
يعني النفسيه بتاعت اللعيبه مش حلوه خالص والله، عايزين يكسبوا، عايزين يفرحوا باي شكل. فعلا والله. يعني ما اعرفش ايه اللي عمل فينا كده اصلا من اول الدوري، بس لا. صفر. 3 نقط. الحمد لله 3 نقط من سيراميكا، بقالنا كتير ما فرحناش ب3 نقط في الدوري. الحمد لله. الاهلي رجع يكسب تاني في الدوري. انتظروا الاهلي، خدوا الكلمة دي مني. الاهلي مش هيثبت في موقفه ده ان شاء الله. الاهلي جاي. الزمالك اللي فرحان اليومين دول افرح. افرح انت وجمهورك، افرح، خلي الناس كلها تفرح شوية، علشان الاهلي جاي. وباذن الله هيركب. باذن الله لو استمر على الاداء ده الاهلي هيركب الدوري. وانا هفكركم. بس عماد النحاس بس غير طريقته واسلوبه وفكره شويه، ويستمر على اللي بيكسب، على اللي بيكسب بيه. مش لازم يثبت للناس ان هو احسن واحد في العالم، مش عايزين ده يحصل يعني. وكل حاجه هتبقى تمام. يستمر زي النهارده كده، نشوف بن شرقي وتريزيجيه جنب بعض يلعبوا. نجرب الشحات مكان طاهر، مفيش مشكله. طاهر وحش جدا النهارده، مفيش مشكله. نجرب لعيبه حلوه. نشوف الناس اللي شغاله كويس في الملعب يلعبها، مفيش مشكله. مروان عطيه النهارده 10/10، وبصراحه ما يقعدش لديانج. بصراحه يعني ديانج برضو كويس، لما نزل كان كويس. لينا جون، معرفش بقى الكوره الحكم شاف ايه، بيقول لك الكوره ما عدتش الخط. اتمنى بقى اللي بيتفرج عليها لغايه دلوقتي يكتب لي رايه، ويقول لي الكوره عدت من وجهه نظره ولا ما عدتش. هل ده جون فعلا ولا مش جون من وجهه نظر الناس كلها؟ الحمد لله على كده.